ما عرفت ان والدتي تعبت رحت اشوفها مالها ورجعت لشيماء لقيتها بالمنظر ده. فاكرين مين دي؟ تعالي يا عروسه. بسم الله. تعالي يا شيماء. فين الهدوم يا شيماء؟ وفين هدوم ابنك؟ وفين اللي جبتهولك؟ وايه اللي حصل لك؟ وايه ليه عملت في نفسك كده تاني؟ وانت رجعتي تشربي؟ والله ابدا، والله ما رجعت اشرب. الهدوم اللي انت جايبها لي وقسما بقيت الترنج بتاعت صلاح والحاجه بتاعت زين ولا ما عندي انا في البيت. الدرس بتاعي انا بحته عشان ما فيش حد عايز يساعدني بلقمه. زي ما كنت بنزل اجيب الاكل وكنت بنزل اجيب، ربنا كان يكرمني اجيب اكل واجيب شرب، ما حدش دلوقتي عايز يجيب لي حاجه ومش عايز يديني حاجه. كل ما اخش مطعم كشري ولا مطعم اي حاجه زي ما كانوا بيدوني اكل وكنت بلم اكل قد كده وبروح، دلوقتي ما حدش عايز يديني لقمه. ليه؟ عشان مفكرين كل اللي كان بيديني حاجه مفكرين لا هندي لواحده مدمنه، هندي لواحده تروح تشرب ولا تعمل. لا والله العظيم ثلاثه ابدا. انا والله العظيم من ساعه ما قابلت استاذ اسامه انا فعلا حالي اتغير ومن جوايا كويس والله العظيم، وبحترم اي حد وبحترم الصغير قبل الكبير والله العظيم. ودرست ان انت حضرتك كنت جايبه لي، انا والله العظيم انا اسفه ومش عارفه اودي وشي منك فين. انا بعته والله العظيم، رهنت عند واحده ما بعتوش، انا رهنته عشان كنت داخله اخد منها حاجات وكنت بقول لها على 20 جنيه وقسما بقيت الا ما رضيت تديني. راحت قالت لي فين البتاع اللي كان الراجل جايبه له ده حلو ومش حلو. المهم طلعت جبته لها خدته مني 250 جنيه والله العظيم ثلاثه من ساعتها وانا كنت بصرف فيهم. من ساعه ما سبتني انا، من ساعه ما اتكلمت معاك وساعه ما كنت جايبه لي بقى له 5 ايام ولا 6 ايام. طب تعالي. درس ب 1200 جنيه اتباع ب 250 جنيه، ازاي درس ب 1200 جنيه اتباع ب 250 جنيه؟ حرام عليكي والله العظيم. والله العظيم يا استاذ انا بصي انا عليه، انا طلعت فوق في شقتها، انا قعدت اعيط عشان انا كنت شايفه واحده تانية وانا كنت لابساه. انا مش عايزه اقول لك انا كنت زعلانه عليه ازاي. حتى لما ادتني الفلوس عشان اروح ارجعه راحت قالت لي ده بنتي لبسته ونزلت بالبلد. بصوا يا جماعه، انا جيت لقيت اللبس ده عليها، اديتها قالت لي الدرس انا مراهناه، اديتها فلوس قالت لي كام؟ قلت لها ب 200 جنيه ولا مش عارف ب 250، اديتها 400 وقلت لها روحي هاتيه برده ما جابتهوش. فانا بصي انا مش هكلمك ولا اي حاجه، انا مسامحك والناس مسامحينك، ودي الفرصه الثانيه انا بديها لك. حتى لو انت بتشربي لنفسك لنفسك ما بتشربيش برده لنفسك. يا جماعه الخير انتوا اللي حلفتوني وامنتوني ان انا مديها جنيه في ايديها. طيب انا كنت ناوي اديها مصحه، انا كنت ناوي اديك مصحه. هي ما معاش. انا قلت لك ايه؟ قلت لي ماشي انا عايز اروح مصحه. قلت لك انا مش عايزه فلوس في ايديا، طب استنى فاهم الناس. دلوقتي يا جماعه انا المفروض عشان اوديها المصحه انا ما خدتش بالي عشان اول مره اخش في موضوع الادمان والكلام ده. اولا انا عايز اقول كلمه بس لكل الناس الاول، اي حد بيعديها في الشارع ولا يقول لها مدمنه او ما بيساعدهاش عشان هي كانت مدمنه فحسب الله ونعم الوكيل فيك. انت المفروض تشجعها ومفروض انتوا كمان تشجعوها، مش تقفوا في وشها وتقفوا ضدها. انا مسامحها عشان ان انتوا هاجمتوها بس مش اكتر. يا جماعه الخير انا كنت رايح اوديها مصحه، لقيت المصحه عاوزه رقم واحد ابوها اخوها امها حد من اهلها ان هو يقف معاه هو اللي يمضي. انا ما ينفعش اضمنها ولا حد غيرنا. هي ما معهاش اصلا بطاقه، فاضطرينا ان احنا نحطها في شقه وتتعالج قدام عينينا وقدام الدنيا كلها. ان شاء الله بنثبت لكم ان هي هتبقى واحده تانية باذن الله. والله انا وحياة كتاب الله انا كده خدت على الوجع وخدت على التعب وخدت على كل حاجه والله العظيم ثلاثه. انا مش تعبانه والله العظيم من الوجع ولا اي حاجه، انا تعبانه نفسيا من الدنيا كلها والردود. انت واعيه باللي انت بتقوليه؟ والله العظيم واعيه في كل حاجه وقسما بقيت. اخواتك واهلك بيقولوا ان هم ودوكي مصحه 3 مرات. هم ودوني 3 مرات فين؟ ده ودوني هي مره في المستشفى بتاعت محمد صلاح، وقسما بآيات الله وحياة كتاب الله كمان مره جابوا لي العلاج 15 يوم وقالوا لك تيجي كل 15 يوم تيجي تاخد العلاج. انا اتفقت معاكي على حاجه ولا قلت لك قولي ان انت مدمنه؟ ابدا لا والله، انت كنت داخل عليا اللي انت على اساس ان انا تساعدني. دلوقتي كل اللي اقدر اعمله لك ايه اللي نفسك فيه؟ اي حاجه. انا نزلت حتى الان من ساعه ما اتكلمت معاك مفيش حد عايز يساعدك ولا يديك؟ مش عايز يساعدني صح ولا عايز حد حتى بيديني حاجه اللي كانوا بيدوني. وكنت مثلا اجيب اكل شرب، ابني تعب مثلا اجيب علاج لابني، اجيب حاجه مفيش. طيب دلوقتي كنت بدفع فلوس غاز، ادفع فلوس ميه، ادفع فلوس حمام، ادفع حاجه، ما فيش حاجه دلوقتي. ماشي حد بيديني حاجه عشان اعمل كده دلوقتي، وانا ان شاء الله مش هخليكي تحتاجي حاجه لحد قدام الناس وقدام ربنا. انا هعمل لك مشروع تاكلي منه عيش.
يا ريت والله. انا كنت بتمنى من ربنا. غير علاجك يعني تتعالجي برضه يعني. تمام. المشروع مش هتحتاجي لحد باذن الله. اي حاجه انت عاوزاها هنروح دلوقتي هنجيبه ونحطه في اخر الفيديو عشان الناس برضه تتاكد وتشوف بنفسها. لما لفينا كتير وعرفنا لقينا شيماء عاوزه ان هي فاكهه مش عايزه ولا شيبسي ولا الكلام. فجينا عند الناس الجميله دي. انا برضو بحب ارزق الناس اللي هي بترزق اللي هي البياعه، مش لازم اروح لبتاع جمله. انت تمام موافقه على الفاكهه؟ تمام يا جماعه. من كل حاجه اهو، العنب، تفاح هنجيبها لها، اناناس، كل حاجه نفسها فيه. والراجل ده جميل وبيتعامل معانا بما يرضي الله. مبسوطه يا حاجه؟ اكيد طبعا يا عم الحاج. اخلص منك؟ هتخلص مني يا عم الحاج. يلا يا باشا. انت كده جبت لنا ايه؟ 3 و2 وواحده. يعني انت مبسوطه؟ قولي وحياة ابنك ده ما هتشربي تاني. وحياة ابني دوت من اشهر حاجه تاني وقسم حياتي. حياه جديده اهيت ومشروع. قسم بقيت فرحتي دلوقتي اللي انت عملته معايا. انا عمري ما احط اي حاجه في ولا عمري اشرب تاني ولا اي حاجه. واقول لك انا ساعتها مع ربنا يفك عليا تاني وتاني وتاني. انا هتصل على حضرتك عندي واوريك اللي انا هعمله. يا رب. عايزك تقولي يا رب. يلا نكمل معانا في مشروع جديد، حياه كريمه، حياه جديده لشيماء باذن الله. وربنا يهدي كل واحد بيشرب. افضل اقولها لغايه ما اموت. انت خدت فلوس الميزان صح؟ بتاع الفاكهه، خدت فلوس ليكي معاكي صح؟ انت اختي وعلى دماغي وانا بحبك، وان شاء الله انا واثق ان انت هتتغيري وهيبقى عندك اكبر محل فرش فاكهه في العالم. قولي انت يا رب. هتعزميني على حاجه بقى والنبي من فيسن واحد. والله العظيم انا بحبها بس نفسي تبقى نظيفه تبعد عن القرف كله. اي حاجه. هتوحشونا وهتوحش شيماء. سلام.